خوتي السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على فنان كبير وموسيقار مشهور وهو الشاب عاقل الله يرحمه. غادي نهضروا على المسيرة ديالو وعلى الوفاة ديالو. تزاد في 7 جوان 1974 بمدينة خميس مليانة في الجزائر. هو مغني وملحن وكاتب كلمات، عاش اغلب حياته فقير. اللي رباه وكبره هو العم ديالو، وعاش معاه اكثر مما عاش مع الوالد ديالو. ملي كان صغير انتبهوا له العائله نتاعو بداك الصوت اللي كان عنده زين وشجعوه باش يدخل لعالم الغناء. اول البوم نتاعو خرجوا من كان في عمره 13 عام، وعاود الاغاني نتاع الشاب حسني الله يرحمه والشاب خالد والشاب مامي انذاك. من 2002 هو يخرج لي زالبوم، كان يخرج اما 2 البومات في العام ولا 3، وشي مرات كان يخرج غير البوم واحد. في 2009 خرج الالبوم ديالو بعنوان سالم، وفي 2010 خرج الالبوم ديالو بعنوان ديروا لها العقل، واللي دار ضجه واسعه بديك الوقيته في المغرب العربي وحتى في اوروبا. استقر في فرنسا ومن تما كمل المسيره ديالو واحيا عده حفلات في اوروبا. عمو اكثر واحد شجعو، وهو اللي قيدو في واحد النادي باش يقرا السولفيج. تا ولا السانتي يلعب فيه بواحد الطريقه احترافيه، ولا مطرق فيه كما نقول. من دا الباك عطى كامل التركيز ديالو لمجال الفن، لانه كان دايرو هدف في حياته غير يكمل القرايه يركز نيشان مع الفن. اول اغنيه اللي شهراتو ودار بها بوم هي حسدو ولا غيرو، وعنده عده اغاني اللي عجبت الناس ودارت السيكسي، بحال ديروا لها العقل باللي راني نبغيها ومازال هي عمري ومازال استوار قديمه الخبز والماء. والاغاني ديالو اللي دارت السيكسي وعجبت الناس راها كثيره، عطينا غير البعض منها. حيا عدة سهرات مع الشاب بلال، وغنى مع الشاب مامي، وغنى مع الشابة ناريمان، وغنى مع الفنانة أسماء المنور، وبزاف ديال الناس كانوا يسميوه الشاب حسني الثاني. حسني مساء الخير عليك. خير مراد. راك بخير ضرب؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب. الناس اللي تهولوا عليك في الاسابيع الاخيره واش تقول لهم؟ أنا نسلم عليهم كيما لأن الأغاني نتاعو عاطفية، كيلحن ويعرف النوطة وكيقرا السولفيج ويكتب الكلمات. يعني اخوتي ماشي دباز كيما بزاف نتاع المغنيين اللي ما قارين اخوتي لا موسيقى لا والو، غير دافعين السنطيحه. سماو عليه ملك الاحساس وصاحب النبره الحزينه. كان مزوج الله يرحمه وعنده 2 بنيات. كان يحيي الحفلات نتاعو في اوروبا والعالم العربي. البنيات ديالو سميتهم ايمان ولينا. 3 جوان 2013 الشاب عاقل الله يرحمه غادي تكون عنده واحد الحفله في طنجه. غادي يقبض طياره من العاصمه الجزائريه الى الدار البيضاء، غادي يمشي هو ومرته والصديق ديالو. كي وصلوا اخوتي الكازا قبضوا الشيفور تاع طاكسي، طلع مع الشيفور صاحبه، ومن اللور قعدت مرت الشاب عاقل والشاب عاقل. مهم قبضوا الطريق، كي وصلوا القنيطره في واحد المحطه نتاع الاستراحه جاعوا، قالوا ناكلوا عاد نزيدوا نكملوا الطريق. كلاو في مده 30 دقيقه وزادوا كملوا الطريق. هاد العشاء نتاعهم كان قبل ب 25 دقيقه قبل لاكسيدون. مهم كي تعشاو شبعوا كملوا الطريق، كانوا غاديين فرحانين. كي الشاب عاقل كي الزوجه نتاعو كي الصديق نتاعهم، وحتى الشيفور كان سعيد لانه اول مره يتلاقى مع فنان كبير ومشهور. ما تعجبش الناس ما درنا والو. ليسونسيال الناس ماشي على العشق الممنوع، الناس اغنيه عجبتهم كي تعجب الناس الاغنيه هذاك هو ليسونسيال. الصديق نتاع الشاب عاقل في واحد المكالمه هضر هو واحد الصحفي جزائري، بقى يحكي له الواقعه كي وقعات. قال له قبل 5 دقائق ما توقع الواقعه، قال له حسيت بالشيفور بحال اللي راه عيان يغمض عينيه. قال له يعني هضرت معاه قلت له يا ودي تبان لي راك عيان، روح خليني انا نسوق. قال له كنت داير معايا الباسبور، لان قال له الدنيا والزمانه يعني بنادم يدي معاه الباسبور ما تعرف كاع واش يوقع.
قال له داك الشيفور لا راني مليح، راني زعما غير شويه عيان بصح زعما نقدر نكمل الطريق. صاحب عاقل يحكي لذاك الصحافي قال له ودي انا كنت داير عند الشاب عاقل، قال له نشي خانه وياه، وقال له مره نولي ندور عند نشوف الطريق ونشوف. قال له في واحد اللقطه انا جاي داير، قال له راني نهضر مع الشاب عاقل، قال له كي جيت داير هكا تبان لي اللوطو بحال اللي غاديه لاكوش غاديه لابيست. قال له شفت في الشيفور لقيتو راقد، قال له يعني نغزته، قلت له ودي واش ما راكش تشوف اللوطو فين راه غاديه لابيست. قال له هو من نغزتو قال له كان راقد، قال له حل عينيه بديك الخلعه ودور اللوطو على اليمين، قال له على فرج هدا. قال له نقلبت بينا اللوطو، قال له مانيش عارف، قال له ما نقدرش نقول لك واش 10 واش 12، المهم نقلبت بزاف. قال له مهم جات هوده مع واحد الهوده طاحت فينا في واحد الواد. قال له انايا غير تما شويه هكا حسيت باللي ما عنديش شي ضربه كبيره. قال له خرجت، قال له لقى الزوجه نتاع عاقل يعني تزقي وتطلب النجده. قال له الشيفور لقاه يقلع الحزامه وبحال اللي ما قادرش يقلعها يعني يكلاها. قال له الشاب عاقل ما لقيتوش في اللوطو، قال له بقيت ندبر غير يعني في ديك المنطقه فين راه الشاب عاقل. قال له غير قعدت واحد شويه، قال له لقيتو بعيد شي 6 متر على اللوطو. قال له بصح لقيتو في واحد الحاله صعيبه. قال له بقيت نشاهد الشاب عاقل، قال له الشيفور كيسمعني نشاهد الشاب عاقل، قال له هرب، قال له يحسن عونه بالخلعه وكذا ومسؤوليه كبيره، زعما فنان كبير وقعت هاد لاكسيدون. المهم دخلوا الزوجه نتاع الشاب عاقل الكلينيك. قالوا لهاش باللي الشاب عاقل مات من بعد مده طويله، عاد قالوها لها. وهنا خوتي تكمل القصه نتاع الشاب عاقل، توفى الله يجعل ربي يرحمه ويوسع عليه، مشى فين نمشيو كاع اخوتي. وسعدات اللي دارها زينه، اللي عجبو الفيديو يشترك في القناه ويدير لايك وكومونتير، وتحياتي اخوتي.